عليكم عزيزي المشاهد، ايه الاخبار؟ اهلا بكم كالعاده، معاكم عبد الرحمن. عاش ليك انت كمان لو بتحاول ان انت تغير حياتك للاحسن، سواء كانت تخلص من عاده سيئه كنت بتعملها او تكتسب عاده تانية سليمه. قرايه، تروح الجيم زي ما احنا بنروح، كورس لغه، اي حاجه دوس. مفيش وقت مناسب زي ما قلت لك قبل كده. دوس واعمل اللي انت عايزه على طول في ساعتها، وان شاء الله ممكن البدايه ما تبقاش احسن حاجه زي ما انت متخيلها، بس ده طبيعي لان احنا دايما بنتخيل الاحسن في الغالب. فمش مشكله، كمل وهتلاقي الدنيا بتمشي معاك. فمن غير كلام كتير عزيزي المشاهد، يلا بينا نجهز شنطه الجيم وننطلق الى هناك. يلا بينا عزيزي المشاهد. صحيح انا ما اعرفش انا هعمل ايه النهارده. انا فعلا مش عارف اعمل ايه، يعني انا فاهم. انا على الله النهارده، ورسميا دراعاتي زي ما انا توقعت الحته دي كلها كان يعني فاهم رافع، مفيش رفع خلاص. فربنا يستر بس كده، يلا بينا فعلا. الدبور بيجري ورايا بسرعة، نجري. الجو حر مش أحسن حاجة، بس يعني نعمل إيه بقى؟ سبحان الله، يعني هو أقرب للجو اللي إحنا بنطلع ونرجع على البيت نلاقيه. الله المستعان. هنطلع من الجيم على الظهر كده. بداية عادية لليوم بالمشاية، مفيش أي ابتكار يعني. بعد كده الكابتن شاورلي على الجهاز ده، فأدركت إننا هنتمرن النهاردة كتف، وده شكل الجهاز عشان مش باين كله في التصوير. بعد كده جيت دور على الدمبلز، وكالعادة اخترت أخف وزن. بعد كده قلت خلاص بقى، تعال نتهور ونجيب ال5 كيلو. تعبت بعدها وحسيت اني لست على ما يرام، بس قمت اكمل. اللي فات كان رفرفة امامي، جيت دور بقى على الرفرفة الجانبي. واللي ورا ده مصعب، زميلي من ايام المدرسة، ما خدتش بالي انه كان في الجيم يومها، بس ببعت له تحياتي يعني. واخيرا تمرين الترابيزيوس او الترابيس زي ما بتتسمى. هنا كابتن الجيم كان قاعد بيتفرج عليا وانا بعاني. برنس. واخيرا ارقام جديدة على المشاية زي كل مرة، والسرعة 10 وصلت لها لأول مرة. قررت اكافئ نفسي وشايف اني استاهلها بصراحة. هذا زين ترتيب، هذا زين يعني. غير نفر ما في يسوي كرك زين، هذا كرك زين كويس، هذا شغل مضبوط. بس كانوا محصريني مبهورين بالكاميرا. إذا عزيزي المشاهد،
عدنا من جديد بعد ما يعني فاهم هدينا شويه كده. كان يوم ظريف لطيف. تمرينة الكتف كانت خفيفه كويسه، والكوتش اللي بيمرن فتره الصبح كل مدى بتعرف عليه اكتر. يعني هو طلع هادي وغلبان جدا بصراحه. طلع هادي قوي، وتقريبا اشك ان هو يعني نوعا ما عارف اللي هو من النوع اللي هو ايه، خجول سيكا صغنون. هتقول لي عرفت منين؟ اقول لك حسيت بس كده. حابب بس حاجه بسيطه كده. وانا بطلب الكرك كانوا 3 موجودين في يعني اللي هو بيستقبلوا الطلبات وبيسلموا للناس المشاريب وكده، وواحد بس في المطبخ جوه. اول ما دخلت بالكاميرا ال4 طلعوا عليا كده وحواليا كده. واحد منهم طلب مني اصوره، وهبقى اعمل له ايديت بسيط عليها وابعتها له على الواتساب. الهنود والباكستانيه هنا بجد والله العظيم، عارف اللي بيقولك الكريزه اللي بتحلي الدنيا كلها، هم دول والله بجد. يهونوا على الواحد كل حاجه، يعني ربنا يعينهم يا رب. يعني تخيل واحد الراجل واقف في الحر وبتاع وكده، بس على طول فاهم مبتسمين، فاهم، تخش تسلم بيردوا السلام، استقبال كويس مهما كان. اتبسطوا قوي بالكاميرا وكانوا مبهورين بيها وكده بس يعني انا بحبكم يا جماعه بصراحه. بس كده عزيزي المشاهد، كالعاده ختاما كان معاكم عبد الرحمن. اتمنى لك دوام الصحه والسعاده عزيزي المشاهد، كل الحب وبس كده. سلام. جيم. ايوه، مشان هيك في حراره زياده بس. اوكي.